السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين، يومكم مشرق بنور الله. يلا بينا كده نعمل أكلة سهلة وبسيطة، وكمان نعمل تحبيشة قبل دخول شهر رمضان الكريم. بما اننا في ايطاليا فاحنا مشتاقين لأكلة التحبيشة الحلوة، الأكلة المصرية. فأكلنا النهاردة هيكون كله أكل مصري. كله ايوه، هنعدكم ان الأكل كله هيكون أكل مصري. اول حاجه كده معانا البطاطس ومعانا الفول. المهم ان الفول هيكون طبق فول كده ايه، معمول بالطريقه المصريه. وهنعمل كمان طعميه والخس المصري والخيار المصري والعيش برد. وصلنا العيش برد ايوه. يا ترى موجود فين؟ موجود في ميلانو. العيش برد موجود في ميلانو، والخيار اي حاجه عايزاها تبع مصر هتلاقيها في ميلانو فقط لا غير. ميلانو ده كأنها جزء كده من مصر. كل حاجة، كل ما تشتهي الأنفس خاص بالمصريين هتلاقوهم موجودين. المصريين ثبت وجودهم في ميلانو خلاص. ربنا يسهل لكل واحد حاله. أي واحد فاتح مشروع ربنا يرزقه يا رب برزق حلال، وييسر له حاله ويرزقنا خيرا منه. لما تشوفوا خير عند حد افرحهم، وده الدعوة دي فأكيد بتستجيب على طول. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزقنا خيرا منهم. دي حاجة جميلة خالص، بتعود لسانك انك انت ما تطمعيش في حاجة حد، او انك انت عينيك ما تبصش لحد بنظرة وحشة، او انك انت تستكتري نعمته عليه. فربنا كمان بيرزقك احسن منه، لان انت حبيت النعمة للانسان اللي قدامك. نخش بقى على الفيديو بتاعنا ونبدأ ونسمي الله. وهنا معانا الطاسة بتاعتنا، ولعت كده الزيت يسخن معانا، وهنجلي طبق بطاطس على السريع. اما الفول بتاعنا لسه لنا طريقة هنستخدمه او هنشكل فيه حاجات. وهنا كمان بنسخن العيش بالرد. اهم حاجة عشان تسخن العيش بتاعك يكون مظبوط، ولعي الفرن. اوعي تسخنيه على البوتاجاز هتلاقي ريحته كده مدخنة ووحش. ولعي الفرن من فوق ومن تحت وخليه يسخن. بعد كده سيبيه 3 دقايق بالظبط وطلعيه. واول ما يطلع من الفرن على طول حطيه في الكيس واربطي الكيس على طول. تاني حاجة هنعمل مع بعض الخس بتاعنا. مسكته كده غسلته ونضفته وقطعت كده النص اللي تحت هنرميه. لا طبعا هنعرفكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. معايا بقى الخيار. انا هنا كان معايا لقيت خيارة كبيرة، قلت كده ايه حلوة واحدة كويسة اوي. معايا بقى هنا الطماطم، والطماطم هنا الشيري مش هنقطعها، هنسيبها كده سليمة للي عايز ياخد ياخدها. نيجي بقى معانا على الفول بتاعنا، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هنمسك بقى الصينية بتاعتنا الأول كده نشطفها علشان نظبط معانا الأكل بتاعنا. هنا البطاطس بتاعتنا، البطاطس في نوعين اتنين، في نوع بيسود في الزيت وفي نوع بيكون لونه أبيض. النوع ده ما كانش اللي هو يعني البطاطس دي بتكون ايه حلوة. في البطاطس السلق بتكون جميلة خالص ومفرول، أما في التحمير ما بتكونش حلو. نيجي بقى على طبق الفول، بنصفي المية اللي بتكون موجودة فيه، لأن المية دي بتكون مية بتحتفظ بس بالفول. بس تصفيه وتضيفي مية من ايه طبيعية جديدة تاني. بنضيف معايا من التوابل كمون وبابريكا والملح، ما نزودش اكتر من كده. وشوية زيت بقى، عايزة تستخدمي زيت بقى من المكان اللي قلي البطاطس وبيكون عامل زي زيت الحار، او عايزة تستخدمي زيت كده طبيعي مفيش مشكلة. وفي الاخر تزودي معاكي ذرة من السمنة لما تبقى خلاص طبق الفول بتاعك جاهز. اما عجينة الطعمية هنضيف معانا ايه. وهنا عجينة الطعمية كانت خارجة من الفريزر. خارجة من الفريزر يعني عايزة ايه ان هي تلين كده معايا في الحركة مع الكبة بتاعتنا. ضفت معايا كزبرة وكمون وضفت معايا بيضاية. هنا بقى الفول بتاعنا كان غلق. عايزة تاخدي طبق فول محترم كده، امسكيه بالمعلقة او بالشوكة كده وهرسيه او بهرسة الفول. المهم ما يكونش معاكي ناعم خالص، فتلاقي معاكي طعم الفول 10/10. عايزة بقى تزودي معاكي طحينة هتزودي، عايزة تزودي عصرة ليمون زود. واخر حاجة بنعملها هي الطعمية. هنجلي الطعمية يبقى خلاص الاكل بتاعنا يعتبر هناكل على طول. معايا هنا سمسم على كزبرة بيخلي طعم الطعمية في حتة تانية. عايزة تعملي فلافل، عايزة تعمليها بالمعلقة، عايزة تعمليها كده بايديك زي ما بعملها، على حسب رغبتك تقدري تشكلي. طيب التسويق لازم الزيت يكون سخن. بعد الزيت ما بيكون سخن هدي النار خليها متوسطة علشان الطعمية بتاعتك لونها ما يحمرش منك قوي او يتسرع منك كده وتكون نية من جوه. خليها متوسطة علشان تكون مقرمشة ومستوية مظبوط من فوق ومن تحت. البيكنج باودر ما تكترش علشان ما ينفش منك وتفك معاك عجينة الطعمية، يعني ذرة بسيطة للوجبة بتاعتك لو انت عاملة نفس الكمية بتاعتنا. نيجي بقى هنا كان معايا شوية ملوخية وكانوا بايتين، فقلت ان انا هسخنهم بما ان ده الفطار كان الساعة 2 الظهر، يعني ما يعادل كده غدا. بما ان في عيش برده فقلت ان انا اسخن الملوخية معايا. هنا بقى الطعمية بتاعتنا كانت خلاص انا مسويها على نار متوسطة زي ما قلت لكم. والشيبس العظمة اللي كان نفسنا فيه بطعم الكباب يا سيدة على العظمة. ده بقى النص اللي باقي من الخاصية بتاعتنا، ما بنرميهاش ولا بنهدرها، بنحطها في التلاجة، بنستخدمها كده للتشكيل.
نطلع عليها كفتة، نطلع عليها طعمية، تطلع عليها بانيه. المهم ان احنا بنحتاج خضرة محشي او بنختار اي لون اخضر كده يكسر معانا اللون. فانا قلت ان انا بدل ما ارميها نستخدمها كده. وكمان تقدري تستخدميها للمحشي، تقدري تحوشي الكمية بتاعة الخس. لو انت في بلد وفي خس كتير زي الخس المصري ده بيستخدموه للمحشي وطعمه بيكون خطير. ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. هنا بقى بنتي كانت حابة ان هي تعمل ايه، تعمل طعمية في القرطاس وتعيش كأنها كده ايه في مصر بالظبط. وعشان كمان تمثل الدور طبيعي جابت ورقة وحطت فيها الملح والشطة وعملتها كده. يعني احنا كنا كل يوم جمعة في مكان كده السوق بيكون في طعمية ما شاء الله على طعمها، ودايما كان بيكون جايبين فيها الكمونية او الطعم الشطة بالملح، فبيكون بالطريقة دي. فهي حبت ان هي تعمل الدور ده بالظبط، وكده عشنا يوم وكأننا في مصر بالظبط. نيجي بقى هنا على البيض. عايزة البيض بتاعك يكون طري وحلو، خلي السمنة بتاعتك تسخن مع الزيت وامسك البيض كده وعلى نار عالية علشان ما يبرولش منك، والعيش براد وسع يا سيدي على العظمة.